بكم. شهدت جلسة المجلس التأسيسي في تونس خلافا حول التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور المقبل، وطالبت كتلة حركة النهضة بأن لا تصاغ نصوص الدستور بما يناقض القرآن والسنة، في حين قال ممثل كتلة التكتل من أجل العمل والحريات الشريك الثاني للنهضة في الائتلاف الحكومي إن التنصيص على الشريعة كمصدر أساسي للتشريع من شأنه أن يدخل المجتمع في متاهات هو في غنى عنها نظرا لتعدد التفاسير المقدمة للشريعة. من جهة أخرى